في البداية سلام للجميع، سلام المسيح يكون معانا جميعا. جريمة قتل مسيحيان في وضح النهار تم استدراجهم عن طريق إعلان. لا يمر يوما من الأيام إلا ونجد مشكلة أو اتنين أو حتى ثلاثة لمسيحيين مصريين، إما اختفاء فتاة أو سيدة مسيحية أو جريمة قتل دون الوصول إلى القاتل، مثل الجريمة التي سنرويها لسيادتكم الآن. عثرت قوات الشرطة المصرية بمدينة نجادة بمحافظة قنا على جثتين اتنين من الشباب المسيحي، أعمارهم متقاربة، الاتنين في سن تقريبا 40، مقتولين بإطلاق النار عليهم بجوار مدرسة في نجادة. تلقى مساعد الوزير لأمن محافظة قنا بما يفيد العثور على جثتين لشخصين فيهم طلقات نارية بجوار مدرسة في نجادة. انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على جثتين ومعها سيارات الإسعاف، وتبين بعد الكشف على هوية الاثنين أنهم روماني عطا شوقي 40 سنة لديه 2 من الأبناء، وطلعت نبيه عبد السيد 41 سنة لديه 6 أبناء من أبناء مركز القوسية محافظة أسيوط. تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف جهات التحقيق في محافظة قنا، وحرر محضر بالواقعة وجاري البحث عن الجناه، حيث تؤكد التحريات الأولية بأنه تم استدراج الاثنين عن طريق إعلان لبيع سيارة، وأثناء عودتهما بعد الفشل في شرائها تم إطلاق النار عليهم بهدف سرقتهم. ربنا يرحمهم ويرحمنا من الأيام الصعبة ديت، ويا رب يلاقوا الجناه المرة دي وياخدوا عقابهم، علشان يبقى في عقاب، علشان الناس لما حتى يفكر ان يعمل حاجة يبقى عارف ان في عقاب شديد جدا هينوله بعد ما يتقبض عليه. ربنا موجود.